ليه في ناس شايلة العالم فوق كتافها وعندها استعداد تشيل فوق طاقتها بس ما تقولش كلمة أنا محتاج مساعدة؟ علم النفس بيقول إن دي مش قوة، دي جروح قديمة عند الشخص بتخليه حاسس بعدم الأمان وهو بيطلب الطلب. زي مثلا جرح الطفولة، الأطفال اللي اتربوا على فكرة محدش هيساعدك اعتمد على نفسك بيكبروا عندهم اعتقاد داخلي إن طلب المساعدة يساوي ضعف. الأخطر إن في دراسة نشرت بتقول إن الطفل اللي أهله أهملوه عاطفيا بيحس إن هو لو طلب أي مساعدة مش هيلاقي أي رد من أي حد، فبيفضل مكمل على المنهج ده طول عمره وما يرضاش يطلب أي مساعدة. السبب التاني هو الخوف من الرفض. الناس اللي اتعرضت لانتقادات أو سخرية من وهي صغيرة بيتبني جواها قاعدة إن أنا لو اتطلبت واترفضت الكلمة اللي هترفض بيها هتحطمني أكتر من المجهود اللي هبذله في الحاجة، فبدل ما يواجه احتمال الرفض يفضل ساكت ويتحمل فوق طاقته. السبب الثالث هي عقدة الشخص القوي، وده الشخص اللي هو اتعود وهو صغير يتقال عليه العاقل الكبير القوي. بيتبني جواه هوية نفسية اسمها عقدة الشخص القوي، بتخليه يحس إنه لو طلب مساعدة هيهد الصورة اللي رسمها طول عمره. هو شايف في الحياة إن دوره يسند مش يتسند، فبيجي على نفسه ويشيل فوق طاقته عشان يحافظ على الصورة اللي بناها. السبب الرابع هي متلازمة الكمال. متلازمة الكمال هي قناعة عند بعض الأشخاص إنه لو طلب المساعدة الناس هتفتكره إن هو مش كفء أو مش قد المسؤولية. ده شخص بيخاف يغلط، بيخاف حد يشوف ضعفه، فبيفضل يجي على نفسه حتى لو هيحترق نفسيا، بس يحافظ على فكرة الصورة الكمالية اللي هو رسمها. أما السبب الخامس فهي عقلية أنا عبء. بعض الأشخاص عندها اعتقاد إن وجودها تقيل، مشاكلها كتير، محدش لازم يشيل عنها همها، وده بيبقى شخص حساس جدا. التربية بتاعته فيها مقارنة أو تقليل، فالنتيجة بتكون إن هو بيشيل كل حاجة لوحده لأنه هو شايف إن طلب المساعدة هيضايق الناس وهيتعبهم، وهو مش حابب يحس الإحساس ده. أما السبب السادس هو الخوف من فقدان السيطرة، ودي أشخاص بيبقى عندها حب للسيطرة وتملك زمام الأمور كله. بيظهر عندهم لما بيتحملوا مسؤولية بدري بس بتبقى المسؤولية زيادة عن اللزوم، فالشخص ده بيبقى عنده إحساس بعدم الاستسلام، وبالتالي برضه ما بيحبش يشارك. هو شايف إن أي مشاركة هتخليه يفقد السيطرة، وهو مش حابب الإحساس ده عشان يبقى مالك كل الأمور. الحقيقة إن لما حد ما يطلبش مساعدة ده لا ضعف ولا قوة، ده شكل من أشكال الدفاع النفسي بيحمي الإنسان بيه نفسه، لكن في نفس الوقت بيدمرها ببطء. الشخص ده محتاج يحس بالأمان ويشيل الأفكار السلبية اللي اتبنت جواه السنين اللي فاتت كلها. لو انت من النوع ده أو تعرف حد بالشكل ده، اعرف إن الحمل اللي هو شايله مش لازم يشيله لوحده. منتهى القوة والذكاء والحكمة إن احنا نخف الجبل اللي على ظهرنا ده ونقسمه ما بيننا وبين حد تاني. اقسم الحمل ما بينك وما بين شخص تاني. ابدأ اطلب حتى لو طلب بسيط، صدقني هتنبهر بالنتيجة وهتخفف من على نفسك ضغوط نفسية كتيرة بتأدي لك لاحتراق نفسي. جرب، مش هتخسر حاجة، وقولي النتيجة.